لما تيجي مطعم المعلم اطلب سفرة ريكو. الأكلة دي بقى خلاص اسمها سفرة ريكو. اتحول من نجم الأغاني الشعبية في التسعينات وبطل قدام ياسمين عبد العزيز لريكو اللي بيتكلم عن الأكل على تيك توك بنفس طريقة عمرو بيلا الشهيرة. يا ترى ده شغل ولا صدفة؟ وإيه هيكون رد عمرو بيلا عليه؟ هل حد فيكم كان يتوقع إن المطرب الشعبي اللي أغانيه كانت مالية الدنيا في التسعينات وأوائل الألفينات يبقى يوم من الأيام فود بلوجر؟ كلامنا عن ريكو النجم اللي كتير جدا منكم حبوه لصوته وأغانيه المميزة جدا وكانت جزء من ذكريات كتير مننا. فجأة وبدون أي مقدمات ريكو رجع للساحة، بس المرة دي مش بأغنية جديدة ولا فيلم جديد، لا ده رجع بفيديوهات بيروج فيها لأكل مطاعم على تيك توك. الغريب إن طريقته في وصف الأكل وتشجيع الناس عليه شبه بالظبط طريقة عمرو بيلا الفود بلوجر الشهير اللي شاغل الكل اليومين دول. الناس لاحظت نفس الأسلوب، نفس الحماس، ونفس طريقة الوصف اللي تخليك تحب الأكل. دي طريقة عمرو بيلا ولا إيه رأيكم؟ ابقوا قولوا رأيكم في التعليقات. زمان ريكو كان ملك الأغاني الشعبية اللي بتدخل القلب بسرعة. أغنيته شبرا ما كانتش بتعدي في فرح أو حفلة من غير ما تتسمع، ومغرور اللي غناها في فيلم حاحة وتفاحة مع ياسمين عبد العزيز كانت علامة. ده غير إنه شارك في أعمال فنية كتير وكلها أثبتت إنه مش بس مطرب، ده كمان ممثل ليه كاريزما خاصة. لكن الدنيا كان ليها كلمة تانية معاه. في 2015 حياته اتغيرت 180 درجة لما اتقبض عليه في قضية ممنوعات، وده كان بمثابة مشكلة كبيرة اللي غيرت كل حاجة. من بعدها ريكو اختفى تماما، مبقاش فيه حفلات، مبقاش فيه أغاني، وكل اللي كنا بنشوفه مجرد فيديوهات بسيطة ليه على السوشيال ميديا بيطمن فيها الناس إنه لسه موجود. من كام أسبوع كده ظهر فيديو لريكو على تيك توك وهو بيتكلم عن أكل في واحد من المطاعم الجديدة. طريقة كلامه وحماسه كانوا زي ما قلنا شبه جدا عمرو بيلا. الناس ما سابتهوش في حاله وبدأوا يتكلموا، هو ده تقليد ولا ريكو عايز يدخل مجال جديد ويحقق منه نجاح زي زمان؟ الناس كمان لاحظت حاجة تانية، شكل ريكو وزنه زاد جدا وملامحه اختلفت عن زمان، لدرجة ان في ناس ما كانتش مصدقة ان ده نفس الشخص اللي كان نجم التسعينات. التعليقات كلها كانت بتتكلم عن التغيير الكبير اللي حصل له، وقالوا الشهرة بتروح بس هل المواهب الحقيقية بتختفي؟ الناس بتقول ان ريكو بيدور على فرصة جديدة، بيحاول رغم كل اللي حصل معاه، هو بيحاول يلاقي طريق جديد لنفسه. ممكن يكون لقى في مجال الفود بلوجر فرصة انه يرجع يبان قدام الجمهور، ويمكن كمان يكون عايز ينافس عمرو بيلا في شهرته الكبيرة اللي حققها الفترة الأخيرة. السؤال اللي الناس بتسأله دلوقتي، ريكو هيكمل في مجال الأكل ولا هيرجع يغني؟ خصوصا إنه كان عنده صوت مميز وموهبة حقيقية مش سهل تتكرر. البعض بيشوف إن اللي بيعمله ده مجرد محاولة علشان يرجع للأضواء، والبعض التاني شايف إنه ممكن فعلا يكون عنده فرصة جديدة في المجال ده. الخلاصة ريكو مثال حي على إن النجومية مش دايما مضمونة، وإن الدنيا ممكن تقلب الحال في لحظة، لكن في نفس الوقت هو كمان مثال على إن اللي عنده موهبة حقيقية دايما بيلاقي طريقة يظهر بيها تاني. السؤال بقى، هل ريكو هيقدر يحقق نجاح زي زمان في مجاله الجديد ولا ده مجرد فترة وهتنتهي؟ قولولنا رأيكم في التعليقات. هل ريكو هيبقى الفود بلوجر المنافس الأول لعمرو بيلا ولا الأفضل يرجع يغني ويستعيد ذكريات التسعينات؟